اهلا بكم. شهر نوفمبر دايما بيكون مليان عروض، بلاك فرايداي، وايت فرايداي، 11/11. بس السؤال هنا، هل العروض دي فعلا لمصلحتنا؟ في الفيديو ده هنتعرف ازاي نقدر نستفيد من العروض وما نضيعش فلوسنا على حاجات مش محتاجينها اصلا. بس خليك معايا لغايه اخر الفيديو. ليه كلنا بنيجي ورا التخفيضات؟ ببساطه لان الشركات عارفه تلعب على مشاعرنا، وده بسبب حاجه مدروسه او حاجه علميه اسمها الفير اوف ميسنج اوت، او الخوف من تفويت الفرصه. الشركات عارفه تلعب على مشاعرنا كويس بشويه ارقام بحجم كبير وعليها خط كده بيقول لك ان بعد الخصم بقى الرقم قد كده، شويه خصومات، الحق حالا، شحن مجاني. كلمات المباركه اللي انت بتشوفها دي بتخليك انت حاسس دايما ان لا، دي فرصه لازم اشتري الحاجه دلوقتي حتى لو ما كنتش انت اصلا محتاجها. ببساطه الشركات عارفه تخليك ازاي تحس انك لازم تشتري حالا حتى لو الحاجه دي انت مش محتاجها اصلا، علشان ما توقعش في الفخ ده انك انت تشتري اي حاجه حتى لو مش محتاجها. قبل ما تدخل اصلا في مرحله الشوبينج وتفتح اي ويب سايت انت عايز تشتري منه، اكتب كده لسته بالحاجات اللي انت محتاجها فعلا. رقم 2، قارن الاسعار. يعني استخدم مواقع اللي هي بتقول لك السعر بتاع المنتج ده كان بكام ودلوقتي بقى بكام، او ممكن ببساطه بعيدا عن المواقع دي انك انت عارف ان شهر 11 ده بيكون شهر العروض وانت في حاجات عايز تشتريها. فقبل ما يبدا شهر 11 بقى وقبل ما تبدا التسويق لان في عروض هتحصل معانا، خش على الويب سايت اللي انت دايما بتشتري منها، بص على البرودكتس اللي انت عايز تشتريها واعمل سكرين شوت، خليك عارف السعر دلوقتي كام عشان لما تدخل في العرض تيجي تشتري تعرف العرض ده حقيقي ولا مش حقيقي، عشان احيانا كتير بيكون العروض دي فيك اصلا. رقم 3، ودي ممكن ناس كتير تستغربها، حاول تشتري بالكاش لان الفلوس لما بتطلع من جيبك بتكون عزيزه وبتديك احساس كده بان خلاص انت كان عندك 100 جنيه اشتريت ب 100 جنيه فانت كده مفيش معاك اي حاجه. لكن لما بتيجي تشتري بالفيزا، ونقصد هنا مثلا الكريدت كارد، بتشتري بفلوس هي اصلا مش قوتك الشرائيه، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده. فلو انت وقعت في فخ انك بتشتري حاجات مالهاش لازمه وانت مش محتاجها بكريدت كارد او بفيزا المشتريات، فانت بتضغط نفسك قدام اقساط انت مش هتقدر تسدها، ودي هنتكلم فيها برضو قدام في الفيديو. النقطه اللي بعد كده اللي عايز اكد عليكم فيها، يعني في براندات معينه انت واثق فيها بتبروموت صح البرودكتس بتاعتها، ما تخليش كلمه زي خصم 70% هي اللي تخليك تشتري المنتج. لا، انت شوف المنتج ده فعلا عايزه ولا لا، او انت اصلا من الاول داخل بالليسته بتاعه المنتجات او الحاجات اللي انت محتاجها، فما تشتريش ازود من اللي انت محتاجه. قارن الاسعار كويس جدا عند اكتر من تاجر، يعني عندك مثلا امازون مليانه ويب سايتس او مليانه سيلرز، فشوف ارخص سعر فين. بالمناسبه انا هبقى اشارك معاكم تجربه سيئه جدا مع امازون، هبقى اشاركها معاكم في فيديو منفصل. عندك مثلا جوميا، عندك نون، ممكن تبص على نفس البرودكت في البلاتفورمز دي بحيث انك تشوف الارخص فين وتشتري طبعا، لان الارخص انت اولى بيه كفرق فلوس. التقسيط وفيزة المشتريات ادوات ماليه مفيده جدا بس لو تستخدمها صح. المشكله بقى بتبدا لما بتشتري حاجات انت مش محتاجها اصلا وبتدخل نفسك في اقساط قدام من غير ما تدرس قدرتك على سداد الاقساط دي قدام، فبالتالي بتكون مضغوط ماليا لمده فتره التقسيط نفسها. رقم 3، انك بتدخل بعد كده في انك تدفع فوائد وغرامات تاخير، ودي اصلا تكلفه اضافيه عليك انت مش محتاجها اصلا. لو انت عايز تستخدم الموضوع بذكاء تدرس كويس الاقساط اللي انت هتدفعها علشان ما تدخلش في دوامه انك تدفع غرامات تاخير. الاوبشن اللي بيبقى سهل عند الناس كتير في كريدت كارد سداد الحد الادنى من المديونيه، ده بيدخلك في مثلث برمودا كده، هتلاقي نفسك بعد كام شهر حرفيا ممكن تتحبس بسببها. اخيرا، الوعي المالي مش انك تمنع نفسك من انك تشتري الحاجات اللي انت عايزها، بس انا بقولك اللي عايزها. فبالتالي انك تكون واعي ماليا انك تشتري الحاجات اللي انت محتاجها بس، ولو هتدخل في اقساط تبقى دارس اقساطك كويس جدا. والمكسب في الاول وفي الاخر انك انت ما تشتريش حاجه مش محتاجها اصلا، يعني لو مش محتاج الحاجه ما تشتريهاش. عجبتك النصايح دي يا ريت تعمل لايك للفيديو وتقول لنا رايك تحت في الكومنتات وتشير الفيديو مع حد من اصحابك علشان الناس كلها تستفيد. وانا عارف ان الفيديو ده جاي في اخر نوفمبر بعد ما اصلا التخفيضات خلصت، بس جس وات، السنة الجاية زي دلوقتي هتلاقي الفيديو ده ريلاتبل بالنسبة لك وهتتفرج عليه تاني. طول السنة أصلا بتبقى في عروض مش بتبقى حقيقية في أغلب الأوقات. يعني أنا عندي لستة بعروض حقيقية بس خلاص شهر 11 خلص، فممكن أشاركها معاكم في مثلا على الانستجرام ستوريز مثلا لو أنت حابب تعملي فولو هناك. هشارك معاكم كم منتج فعلا دي تخفيض حقيقي ليك أنت هتستفيد فعلا منه. اكتب لستة كده 1 2 3 4. رقم 2، رقم 2، رقم 2، قارن الأسعار كويس